اقلب الفرشه ولا اكنس الفرشه كلها وافرش فرشه جديده، ولا ازود حتت نشاره او بعض شويه نشاره كده في الحتت اللي هي مرطبه ورطوبتها عاليه. يعني ده اكتر سؤال بتساله الفتره الاخيره، الناس بتحتار مش عارفه لما الفرشه عندها تبدا ترطب يقلبوها ويطلعوا اللي تحت فوق واللي فوق ينزل تحت، ولا يكنسوا الفرشه تحت الفراخ كلها اول عن اخر ويفرشوا مكانها فرشه جديده، ولا يجوا على الحتت المرطبه او الحتت اللي بايظه ويبداوا ان هم يزودوا فيها نشاره او تبنه وايا كان الحاجه اللي فرشينها يعني. جاي لك باختصار اقول لك ايه مميزات او اضرار كل منهم، او ايه اللي ينفع معاك في التسمين الابيض او ايه اللي ما ينفعش. ولكن قبل اي حاجه زي ما اتعودنا نذكر الله ونصلي على سيدنا محمد عليها افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش اللايك والشير ده لو انتم مهتمين بمجال تربيه الفراخ البيضاء عشان يوصلك فيديوهاتنا باستمرار. طيب هنخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. مبدئيا كده حته تقليب الفرشه، ناس كتيره بتقول لك نقلب الفرشه ولا ما نقلبهاش، في ناس بتقلبها وبتقول التقليب كويس، ولكن باختصار انا شايف ان التقليب ده ممكن يعمل لك مشاكل كبيره جدا. وده لانك لما بتيجي تقلب الفرشه بتبدا بقى تطلع الفضلات بتاعت الفراخ من تحت لفوق ومن فوق لتحت، بتبدا انت تعمل ريحه امونيا في المكان، بتبدا الفراخ نفسها يتكتم، بتبدا تعمل مشاكل كتيره جدا. طيب اقعد في جنبي يا نوح. طيب اقعد في جنبي يا حبيبي. طيب هنيجي بقى للنقطة التانية، وهي نقطة استنى برضه قبل ما ندخل على النقطة التانية نتكلم في حتة التقليب. برضه ممكن يكون التقليب كويس ولكن لحد عمر 10 12 15 يوم بتبقى لسه الفراخ الفضلات بتاعتها او الزرع بتاعها لسه بسيط جدا، فبيلحقش انه يعمل غاز امونيا او ريحة وحشة تخنق الفراخ. فانا معاك ممكن تقلب اول 10 15 يوم، بالرغم ان مبدأ التقليب نفسه انا رافضه، لانه ممكن التقليب بيضرك اكتر ما يفيدك. طيب ناس تانية بقى تقول لك ايه رأيك لو كنسنا الفرشة كلها وحطينا فرشة جديدة؟ يعني انت ممكن برضو تضر منها في حتة انك ممكن يعني تعفر وانت بتكنس، العفر اللي بتطلع منك وانت بتكنس تخنق صدر الفراخ، تكتم نفسهم، تجيب لهم طشمة او تسبب لهم مشاكل. وممكن برضو وانت بتكنس تنشط او تبدأ روح ريحة الامونيا تطلع معاك تخنق برضو الفراخ كذلك. احنا ممكن نكنس في حالة واحدة بس، لو لقينا او عندنا مشكله كبيره جدا او الفرشه كلها بالكامل مرطبه ووحشه ممكن ماشي، يعني اللي هو لو الفرشه عندك بايظه خالص وكل ما تحط نشاره او تزود نشاره تلاقيها كلها رطبت على طول، فانت لازم في الوقت ده تكنس تماما وفي وقت قليل جدا بحيث انك ما تخنقش الفراخ. او برضو لو انت عندك لا قدر الله فيروس وحش ومنتشر في القطيع كله، او عندك مثلا مرض معدي منتشر في القطيع كله وخصوصا في السبله، وانت حبيت انك تعالج صح، فانت مضطر انك عشان تعالج صح والعلاج يستجاب تكنس الفرشه كلها من الالف للياء من قدام الفراخ، علشان لما تيجي تعالج الفرخ يستجاب وما يتضرش تاني بسبب الفضلات اللي في الفرشه اللي ما زال فيها مرض او بكتيريا. يبقى حته ان احنا نكنس خالص ديت ممكن تضرك وممكن تبقى كويسه جدا وتفيدك. يعني انا بقول بستبعدها وبقول ممكن نعملها في حاله واحده بس، لو انت عندك مشكله كبيره وحلها الوحيد انك تكنس فخلاص لازم ولا بد انك تكنس. طيب بقى نيجي لاصل الصنعه واصل الشغلانه، هو انك تزود ازاي. بتيجي على الحتت اللي انت شايفها مرطبه والحته اللي انت شايفها مش عاجباك، مثلا حته قيمه ربع متر نص متر تحت سقايه جنب خط نبل او اي حته ممكن تكون في زاويه مرطبه ولا حاجه، بتيجي انت على الحته ديت او على الجزء ده تبدا تشيل الجزء الفرشه المرطب وتبدا تعبيه في شكاره بالراحه، وتقوم منزل شويه جير بسيطين من غير ما تعفر عشان برضو يمص الرطوبه اللي في بقيه الفرشه اللي موجوده ويقتلوا اي ميكروبات او بكتيريا او بويضات او بيض من بتاع الكوكسيدي او من بتاع الامراض اللي بتكون في الفرشه. وبعد شويه الجير بتقوم حاطط بعدهم على طول طبقه فرشه خفيفه سواء نشاره او تبنى على الوش كده على طول. وخلاص دي يعتبر اصل الصنعه واصل الشغلانه وده اللي اتربينا عليه. فانا شايف ان ده اسهل وامن وافضل حاجه انك تزود في الحته اللي تعبانه. وبعدين هرجع وهقول لك برضو ان الفرشه انها ترطب او تبوظ دي بايدك انت، فانت لو راجل معلم وراجل صنايعي ما فيش منك طبيعي الفرشه هتفضل معاك ناشفه زي الورق. انما الفرشه لما ترطب منك او تحسها مبلوله او طريه او فيها مشاكل، فده طبعا بسبب سوء تهويه، بسبب المكان عندك مكتوم، المكان عندك رطوبته مش مظبوطه، ففي عندك مشكله انت سببها. فيبقى لازم تحل المشكله الاول. حاضر يا نوح اهدى يا حبيبي اهدى. فلازم تحل المشكله بتاعتك الاول وبعد كده تشوف هتعالج ازاي.
وبرضه الكلام ده انا بتكلم فيه للناس اللي بتربي كميات، يعني الفيديو ده عموما للناس اللي بتربي كميات سواء في مزارع او في بيوت ولكن اعداد كبيره. اما ستات البيوت اللي بتربي حاجات بسيطه في البيت زي 20 و30 و40 و50 كتكوت في مكان صغير، فده يفضل انك باستمرار تكنس اول باول، يعني كل كام يوم تكنس الفرشه اللي تحتهم خالص وتحط لهم فرشه جديده، بحيث انك يعني تحافظ على الفرش، لانك برضو تربيه البيوت ما بيقدروش يحافظوا على التدفئه والتهويه او يوزنوا ما بين التدفئه والتهويه مع بعض، فتلاقي الفرشه عندهم رطبت باستمرار او اتبلت باستمرار وجالهم امراض معويه كتير زي كوكسيديا وكوليستريديا. فافضل حل للناس اللي بتربي تربيه منزليه او اعداد بسيطه جدا في البيت انهم يكنسوا الفرشه المرطبه والمبلوله خالص ويحطوا مكانها فرشه جديده. واعتقد ان انا كده اعتبر اتكلمنا في كل التفاصيل، ولكن لو انت برضو عندك اي سؤال او استفسار او حاجه فاتتني سيبها لي في تعليق وباذن الله ارد عليها كامله. واي حد عنده استفسار بخصوص تربيه الدواجن عموما يسيبوا لنا في تعليق. وما تنساش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واستنونا كل يوم في فيديو جديد ومعلومه جديده. اخوكم ابو نور، سلام.